انه تغيير نفسي مهم جدا، لان هيرفي رينارد اعتقد انه صراحه فشل بشكل كبير. لكن انا كما ذكرت لك استاذ نابق انه مشكله المنتخب السعودي ليست مشكله مدرب، هي مشكله اداريه، هي مشكله استراتيجيه، مشكله يعني الان نعيش نتائج عمل سابق. اداره المنتخب السعودي تتخبط، يعني تجلب مانشيني بمبلغ عالي او بعقد عالي كبير لا يقدم مستوى، ثم تعيد هيرفي رينارد الذي صراحه لم يقدم كذلك الاضافه المطلوبه. يعني دائما تبحث عن مدرب اسم كبير حتى تمتص غضب الجماهير، بالرغم من لو نبحث يمين ويسار هناك مدربين يعني ليست اسماء كبيره لكن بكل تاكيد قدموا مستويات رائعه. واقرب مثال يعني الحسن عموته اللي هو مدرب المنتخب الذي درب المنتخب الاردني ووصل به لنهائي كاس اسيا، كذلك وليد الركراكي في المنتخب المغربي الذي وصل فيه الى نصف نهائي كاس العالم. فبالتالي ليس من المهم جدا ان تبحث عن مدرب او اسم كبير حتى تمتص غضب الجماهير، يجب ان المفترض من فتره طويله بحث عن مدرب لديه الطموح، لديه الشجاعه، لديه القوه ان يقود المنتخب السعودي ويرسم الاستراتيجيه. لكن بكل تاكيد انا اشوف صراحه مساله المدرب، انا اشوف انه امتصاص غضب اكثر من انه فعلا هو عمل كبير. احنا لو لاحظنا استاذ نابق ترى قبل عده ايام خرج لاعب سابق دولي في المنتخب السعودي ذكر يعني صراحه معلومه جدا مبسطه انه تشكيله المنتخب السعودي التي اختيرت الى كاس العالم في روسيا 2018 اختارها لاعبون سعوديين سابقين، بالاضافه الى اعلامي هو من اختار اللاعبين. فبالتالي يعني تجد صراحه يعني بكل مصداقيه وبكل صراحه المنتخب السعودي لا يدار بطريقه احترافيه، فبالتالي نجد مثل هذه التخبطات. لكن نشوف صراحه انه يعني مساله دونيس انا نشوفه انه خيار لا بد منه، يعني ما في اي خيار في الفتره الضيقه لانك صراحه